السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي مصدر إسعاد جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، والنادي الأهلي بصفة خاصة. بصراحة في المحافل الدولية، أي بطولة قارية النادي الأهلي بيشرفنا، بيشرف مصر وبيفرح جمهوره وبيفرح مصر كلها. نزل المباراة قدر يحرز هدف عن طريق الشحات عشان الشوط الأولاني يخلص 1-0 للنادي الأهلي، ثم هدف ثاني عن طريق محمد شريف من خطأ دفاعي، ثم هدف ثالث عن طريق بيرستاو 3-0 مع الرأفة. وكان يقدر يحرز أهداف تاني، بس مدرب النادي الأهلي، نتكلم فنيات بقى، مدرب النادي الأهلي دماغه شغالة. ليه دماغه شغالة؟ لأن الراجل مش عارف الفرقة كويس، أو مش عارف، أو حتى لو مذاكرها على الورق من بعض المباريات، مش عارف مين اللعيبة المميزة. هل فرقة جماعية في التلت الأخراني؟ حد يقول لي الفرقة ضعيفة، الفرقة مش قوية قوي، بس أنت لما بتنزل فرقة زي دي، ما بتنزل تدوس عليها، بتسهل الماتش على نفسك زي ما حصل. الراجل لعب بثلاثة ديفندر، يمكن الثلاثة ديفندر في مهام للسولية، يشتغل في ظهر الناس اللي فوق، شريف وعبد القادر والشحات، وكان بيكمل ورا الناس. بس الراجل نزل، مش عارف، الناس قافل نص الملعب. يمكن هو ما لعبش بثلاثة ديفندر قبل كده، قافل نص الملعب. الناس شغاله تمام. النادي الاهلي بيلمس في الرجل كتير قوي. اصبح بيعمل استحواذ بشكل كويس. ارى الفرقه، ولما لقى الماتش يطمن، بدأ يرمي اوراقه. لعب طاهر، ولعب بيرستاو، ولعب قفشه. فالراجل دماغه كويسه بصراحه. انا نازل مأمن نفسي اما اشوف الدنيا فيها ايه، ولو لقيت الدنيا غير ما انا عامل سيناريو، لا ممكن اغير السيناريو. ماشي كويس، هفضل ماشي كويس لحد برضه ما هعمل تغييراتي. فالراجل دار المباراة بشكل كويس، وربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله، والمباراة اللي جاية، ويعدي المباراة اللي جاية. لو النادي الاهلي عدى المباراة اللي جاية باذن الله، ممكن نلاقيه بيلعب نهائي ان شاء الله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبته ولجهازه الفني. السلام عليكم.